النهارده هقول لكم على اسرار تقنيه الكراكلي اللي بتنقل شغلك لمستوى تاني خالص. مش بس ازاي تعملها، لكن ازاي تعمل شقوق منتظمه وشكلها شيك، وايه الاخطاء اللي ممكن تبوظ منك الشكل النهائي. ازيكم يا جماعه، يا رب دايما بصحه وسعاده. ايه هو الكراكلي؟ هو ماده شفافه لاصقه بتدي تاثير تشققات في الالوان، بالظبط زي الشكل اللي في ايدي ده كده. طيب ايه اللي بيخليه يعمل التأثير ده؟ لأن المادة الأساسية بتعتمد على حاجة اسمها التصادم بين طبقات الألوان. أول حاجة مش طبعا بتنشف مع بعض، فبيدي تأثير التشققات اللي احنا شايفينها ده. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي بنستخدمه بالظبط واحدة واحدة. طريقة استخدام الكراكليه. الطريقة بتعتمد على 3 خطوات متتالية عشان تطلع نتيجة كويسة. طبعا أول حاجة معانا بيبقى اللون السفلي اللي احنا بنحطه خلفية على القطعة، وده اللي بيبان من التشققات. يعني مثلا هنا احنا حاطين اللون الاساسي لون اسود، فهو اللي باين من التشققات. يلا بينا هنجرب. طيب انا هنا هعمل القطعه دي لون اسود ودي ذهبي. هنا انا عامل طبقه وهعمل قدامكم طبقه كمان عشان اللون يبقى تقيل. طبعا احنا اتعلمنا ازاي ندهن مع بعض في الحلقات اللي فاتت. طبعا اللون الاساسي بتاعنا اهم حاجه اللون يبقى تقيل. عايزين نعمله طبقتين تمام، بس انا دلوقتي هعملها طبقه واحده لاني انا بنتعلم مع بعض. طبعا يفضل في الكراكليه اللي احنا نعمل البيز او اول طبقه لون الوان غامقه، بس هو عادي ينفع معانا كل الالوان، اي لونين ينفع معانا. تمام، سيبها تنشف. هعمل معاكم طبقه ذهبي. انا هنا عامل طبقه، هعمل طبقه كمان عشان اللون يبقى اتقل. يا ريت يا جماعه نتفرج مع بعض واحده واحده مع الفيديو عشان محدش يفوته اي حاجه ونتعلمه صح مع بعض. كده دهنا الطبقه الثانيه، هنسيبها تنشف ونرجع لكم ان شاء الله بالخطوه الثانيه. رجعنا لكم تاني بعد ما طبقه اللون نشفت تماما. تاني مرحله معانا الكراكليه، هو المسؤول عن حدوث التشققات. هندهنه مع بعض، بيبقى طبعا لونه شفاف زي ما احنا قلنا. ركزوا معايا في طريقه دهانه، مش بنخففه خالص زي ما هو. نوزع كويس. بعد ما وزعناه في طبعا زيادات، نحاول نلمها خفيف خالص. خلي ايديكم خفيفه، بلاش فكره ان احنا ندوس جامد عشان طبعا ما يبقاش خفيف معانا. زي ما انتم شايفين كده. حطينا الطبقه، نعمل التانية كمان.
الكراكليه ممكن نحط فيه طبقتين يا جماعه، بس الطبقه الاولى بتنشف في خلال ساعه. تمام، نسيبه ينشف تماما خالص قبل اللون التاني. هنا انا عملت خطوط عشوائيه زي ما انتم شايفين كده باين. طبعا احنا دلوقتي هنسيبه ينشف ساعه مع بعض ونرجع لكم عشان نشوف الخطوه الثانيه. لازم اللون ينشف تماما خالص بعد ساعه. طيب ولو هنحط طبقه ثانيه، ممكن نحط طبقه ثانيه بس بعد ساعتين من الطبقه الاولى. طبعا ممكن ننشفه باستخدام المسدس الحراري او الاستشوار، بس احنا يفضل ان احنا هنسيبه ينشف تماما ونرجع لكم تاني نشوف الخطوه اللي بعدها. ورجعنا لكم تاني بعد ما الكراكليه نشف تماما. ودلوقتي اللون الاساسي، اللون الاساسي لازم يكون خام ومش مخفف بميه. بنستخدمه بحاجتين، لا اما بسفنجه او فرشه تكون مليانه يا جماعه، يعني فيها شعر كتير زي كده. العمليه بتكون طبطبه مثلا زي كده، هنوريكم دلوقتي على القطعه، بس انا حبيت اشرح لكم تبقى كده مش دهان. يلا بينا. طبعا لو سفنجه تبقى احسن بكتير. طريقه زي ما انتم شايفين كده، نحاول على قد ما نقدر المنطقه اللي نحط فيها اللون ما نرجع لهاش تاني وما نمسحش عليها. غالبا تأثير بدأ يبان من قبل ما القطعة تبدأ تنشف اهي. شايفين؟ طيب بنسيبه قد ايه ينشف؟ ممكن يقعد معانا، هينشف معانا في البداية من ساعة لساعة ونص تماما في خلال 24 ساعة. وممكن لما ينشف نحط عليه ورنيش عادي بس بعد 24 ساعة. دلوقتي احنا عملنا القطعتين، هسيبهم قدامكم قدام الكاميرا واسرع الفيديو عشان تشوفوا التشققات وهي بتحصل. زي ما انتم شايفين كده التشققات هتبدأ تظهر واحدة واحدة، وطبعا الفيديو متسرع. ده التسريع لفيديو مدته ساعة ساعة ونص، فطبعا الموضوع بياخد وقت. سيبوا الحاجة براحتها تنشف تماما عشان تطلع نتيجة كويسة جدا. بدأت تظهر معانا اهو زي ما انتم شايفين، الذهبي بدأ يبان. طبعا الاسود عشان لون غامق باين من الاول. كده بدأ يظهر اكتر بكتير زي ما انتم شايفين كده، ده شكله حلو جدا.
ورجعنا لكم تاني بعد ما نشف زي ما انتم شايفين شكله كده، وادي الاسود. طبعا هنحط عليه ورنيش بس بعد مرور 24 ساعه، فطبعا ده لسه ما عداش عليه 24 ساعه. القطعه القديمه معانا عدى عليها 24 ساعه، هنحط عليها الورنيش عشان نشوفها مع بعض هيبقى شكلها عامل ازاي. كده نكون اتعلمنا مع بعض طريقة استخدام الكراكليه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لنا في الكومنتات محتاجين تتعلموا ايه تاني، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة.